جبت لكم وصفه تاع تيراميسو اكسبريس في 10 دقائق وانتي وجدتيها، لا تعقيدات لا والو، انتي وجدتي تحليه روعه وتجي قوه في البنه، سيرتو اللي يحبوا ذوق القهوه. نخليكم مع المقادير. نسبقوا نحضروا القهوه اللي نغطسوا فيها البسكويت. درت 2 مغارف كبار تاع قهوه سريعه الذوبان ولا نيسكافيه مع كاس تاع الماء. انا دوك بين لي قليل شوي الماء، خفت يجيني البسكويت مر، زدت نص كاس واحد اخر. ونروحو نحضروا الكريمه. وفي هذه الكريمه نسحقوا 3 مكونات: كريمه سائله والماسكاربون والسكر. نفرغ الكريمه السائله، هنا لازم تكون بارده، يعني نجبدوها من الفريجيدير وتكون نسبه الدهون فيها 35%. ندير السكر، درت 4 مغارف تاع سكر. شوفوا ندي نخلطهم مليح حتى يتضاعف القوام تاعها، وما تبالغوش بزاف في الخفق حتى تطلق الزبده تاعها. لازم كي تطلع بهذا الشكل نحيوها. ودوكا نضيف الماسكاربون. كم ضفت 250 غرام. ثاني هنا ما نبالغوش في الخفق، نخفقهم حوالي 2 دقائق، هذا مكان حق ما يمتزجوا. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. هنا جبت لي بودوار نغطسهم في القهوه اللي خدمتها قبيل. ما تطولوش بزاف نتوما تغطسوا فيهم باش ما يجيوش معجنين. وهذيك الجهه اللي فيها السكر ديروها من تحت. ندير الطبقه الاولى تاع الكريمه نسويها مليح، ونزيد ندير الطبقه الثانيه تاع البسكويت، ونزيد ندير الطبقه الثانيه تاع الكريمه. انا هنا استعملتها بالبوشادوي، جتني احسن من المغرفه، سهلت لي الخدمه. نسوي لها مليح السطح تاعها وندخلها الفريجيدير. انا درتها الصباح خليتها حتى لليل باش درت لها الكاكاو، ما نديروهش دوكا. هنا فضل لي شويه البسكويت حنديرو في الكيسان هذو. درت البسكويت ودوكا ندير الكريمه ونزيد البسكويت ونزيد الكريمه وندخلهم الفريجيدير يبردوا. بعد ما بردوا مليح نجيب الكاكاو هذيك البيوضيه. ما نديروش الكاكاو في الاول لانه راح يعجن دوك، يعني بعد ما يطول شوي راح يشرب الماء يولي اللون تاعو فونسي. هنا بعد ما رشيت الكاكاو ومسحت الحواف، كل ما تجي بنينه اكثر. جات تحليه بزاف بنينه، ماهيش حلوه وما تقهمش، سورتو اللي ما يحبوا